فاضل 48 ساعة بس، ما عادش الا 48 ساعة والقيد يقفل. الزمالك النهاردة بيكسب فيوتشر من غير خط دفاع. الزمالك بيكسب فيوتشر من غير خط دفاع. ركز يا جماعة، الزمالك محتاج 2 مساكين ومحتاج 1 صانع لعب. مش عايز ازود كمان واقول لك محتاج، لا بجد. الفوز حلو وكل حاجة، بس المكسب مش ينسيك انك كسب فيوتشر من غير خط دفاع. نركز بقى وسيبك بقى الاهلي جاب صفقات ايه وده انا كنت هجيبه مش كنت هجيبه، كل ده في الفاضي. عندك محمد رضا النهارده لاعب فيوتشر كان بيلعب ضد الزمالك ولا زيه زي اي لاعب عادي، وكنا مش فاكر الاهلي ولا الزمالك اللي كان عايز يجيبه ويودي له 3 4 لعيبه ويدفع مقابل. ليه يا عم؟ في ايه يا عم؟ الوقتي اللي بيلعب في نادي 5 6 ماتشات والاهلي اتكلم الزمالك اتكلم حتى لو ما بعرفش يلعب، هو في ايه؟ عمالين ده هنجيبه مش عارف بكام وده هنجيبه بكام. هو اللاعب المصري 7 8 ماتشات مستواه ثابت والاهلي يتكلم والزمالك يتكلم. ما احنا سيبناه. مش محمد رضا ده اللي في اول الموسم اللي كنا عايزين نبدله ب7 8 لعيبه وندفع مقابل مش عارف مين وده عايزه وده عايزه؟ اللعيبه كلها شبه بعض. نركز احنا بس في احتياجاتك للعيبه، وسيبك بقى من صفقه عبد الله السعيد. عبد الله السعيد مش هيسيب بيراميدز ويجي نادي الزمالك. بيراميدز مش هيسيبه. نادي الزمالك نادي كبير، بس بيراميدز بيديله فلوس الزمالك مش هيديها له ومريحه معنويا كل حاجه. فنركز كده، ما عادش الا 48 ساعه بس، يا تلحق يا ما تلحقش. وشكرا. ويا سلام بقى لو هاف كمان يسند مع زيزو ومع الراجل الجديد شلبي ده. مساء الفل.